السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنخلل مع بعض الفسيخ، وكمان هنفتحه في نفس الفيديو إن شاء الله بإذن الله. تابعوني لآخر الفيديو. طبعا النهاردة هنخلل الضبار، مش هنخلل اللي هي السمكة البوري الأصلية، لا هنخلل الضبار. في ناس كتير بيقولوا الضبار مش بينفع، الضبار ما بيبقاش حلو في التخليل. لا، هنجرب النهاردة ونشوف النتيجة بإذن الله. يلا بسرعة، لما كنتش اشتركت معايا في القناة اشتركي في القناة وحطي لي لايك عشان يوصلك مني كل جديد بإذن الله. انا جبت الدبار وكانوا 6 سمكات، والست سمكات دول حوالي 2 كيلو ونص. تمام. غسلتهم كويس جدا وحطيتهم يتصفوا من الدم بتاعهم، وقفتهم كده على دماغهم ان هما يصفوا من الدم بتاعهم، الدم كله ينزل، وسبته ينشف كده. تمام، سبته من الصبح لغايه العصر، وجيت بقى ابتدي ان انا اخلل فيه. جبت ملح خشن، والملح الخشن بيكون كويس جدا في التخليل، ما بيحدقش معايا السمكه، ما بيكونش حادق قوي زي الملح اللي هو الناعم مهما كترت منه. باجيب بقى الملح واحط عليه معلقه شطه، وكمان شويه من الزيت. تمام، مش هحط كركم دلوقتي، بحط شطه وزيت والملح الخشن بتاعي، واملى الخياشيم بتاعه السمكه زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد ما املى كل الخياشيم، الباقي بقى من الملح هحط عليه شويه من الكركم، بحيث ان انا ادي لون كده لجسم السمكه. لو يعني مش حابه انك تحطي يعني تدي لون كده اصفر لجسم السمكه فبلاش، مش مشكله خالص الكركم. تمام. ده بس عشان يدي لون بس، يعني ما هوش مكون اساسي. المكون الاساسي عندنا هو الملح. تمام، والشطه والزيت. احط اهو شويه من الكركم. تمام، واقلب الملح. وبعد كده هجيب، يعني لازم اكون محضره جنبي كده اكياس، اللي هي اكياس العيش دي، الكياس اللي هي بتبقى بيضه. جبت كميه، جبت ب5 جنيه. لازم طبعا تحط في الاول اكياس تكون نظيفه وتكون بيضه، وبعد كده بقى لوني زي ما انت عايزه، ان شاء الله حتى تحطي اكياس سودا عادي بعد كده. مهم اللي هو الاكياس اللي بتبقى قريبه من السمك لازم تكون اكياس بيضه. حطيت كده 3 اكياس فريح جوه بعض كده لان الكياس رقيقه. وابتديت ان انا ارص السمك بتاعي. لازم ارش شويه ملح في الارضيه الاول، وبعد كده ارص السمك زي ما انتوا هتشوفوا كده، خلف خلاف، وتحطوه على ظهره. يعني تحط السمك على ظهرها وتكون خلف خلاف زي ما انتوا شايفين كده. وارص بقى كل الكميه بتاعتنا، وبين كل طبقه او طبقه حط كده رشه من الملح. يعني شويه من الملح كده، ملو ايدك، ملو ايد واحده، وتحطيهم بين كل طبقه او طبقه. وطبعا هم هنا مش طبقات كتير، يعني هم 6 سمكات، ما همش يعني كتير. زي ما انتوا شايفين كده، تظبط لي الأكياس بتاعتك. احط كده رشة من الملح. هما طبعا لو عندك مثلا طبقات كتير، عندك سمك يعني يكون كتير، يعني حط برضو رشة من الزيت. شوية كده من الزيت، حوالي نص كوباية بين كل طبقة وطبقة. في ناس بتستغنى على الزيت خالص، بس انا بحبه بصراحة في الفسيخ. انا بحب الزيت في الفسيخ. عندي الله يرحمها كانت بتعمل بنفس الطريقة، وكان فسيخها بيطلع تحفة بصراحة، بيطلع زبدة كده. على فكرة ممكن تستغني كمان عن الزيت في الصيف. انا ما بستغناش عنه صيف ولا شتاء، بس انت لو مش حابة انك تعملي بزيت فممكن تستغنى عنه في الصيف، بس في الشتاء ما تستغنيش عنه. في الشتاء بيطريلك البورياية وتكون حلوة معاك، اللي هو السمكة يعني بتكون جميلة معاك. حط بقى شوية من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. الرصة لازم ترصي زي ما انا وريت كده، زي ما انت شايفة كده. اهم حاجه بقى هنا تحط في اكياس كتير، مش عايزه اي هوا يدخل السمك، اي هوا كده في الاكياس طلعيها وقفلي كويس جدا. انا جيت هنا عشان اقفل ال3 اكياس مع بعض، ما عرفتش، فشلت كيس بكيس بقى. كان في حاجات كده وقعت في الاكياس فبرفضها. تمام، وهبتدي ان انا اطلع الهواء بكيس بكيس كده، يعني اول كيس الاول هطلع منه الهواء واربطه، وبعد كده الكيس اللي بعده واللي بعده، واجيب كمان اكياس واحط في اكياس كتير. بصي لفي بقى كل الاكياس اللي عندك في البيت. انا اشتريت الاول ب5 جنيه كده اكياس، ما اعرفش بصراحه كانوا كام كيس، ما عدتش. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت ب5 جنيه اكياس كده الاول نظيفه، وحطيت فيها، وبعد كده بقى لميت الاكياس اللي عندنا اللي في البيت. بس ما تكونش متخرمه، اهم حاجه يعني تكون نظيفه ومش متخرمه. اهو طلعت الهواء من الكيس الاولاني وربطت كويس جدا، وكمان بطلع الهواء من الكيس التاني زي ما انتم شايفين كده. بطلع ازاي؟ بطلع الهواء كده اهو، تك على الكيس وطلع الهواء، ما خلوش منفوخ، ما خليش الكيس يكون فيه كده فراغ او منفوخ. واربط كويس جدا. ربطت ال3 اكياس دول، وهجيب بقى اكياس كمان وهحط. دي برضو اهم خطوة عندنا في الفسيخ، ان ما يدخلوش اي هواء، بيروحش عنده اي حشرات، بحيث ان يكون ناجح معايا وما يكونش يعني ضر بالصحة.
طيب الفسيخ ده هيقعد معايا قد ايه؟ هيقعد معايا اسبوع في الجو اللي احنا كنا فيه. طيب لو الجو حر جدا، لو الجو حر خالص مثلا في شهر 7، في شهر 8، انت ممكن تقعديه 4 5 ايام بالكتير. في ناس بتقعده 3 ايام كمان. على فكرة كل ما تقعدي الفسيخ اكتر من كده، يعني كل ما بياخد مدة زيادة عن مدته فبيحدق معاكي. يعني الفيصل هنا مش في كتر الملح أو في قلة الملح، لأ، في المدة بتاعة التخليل. لو أنتِ عايزاه مالح زوّدي مدة التخليل، لو أنتِ عايزاه مضبوط افتحي على طول في ميعاده. وزي ما أنتم شايفين لمّيت أكياس كتير أهو، وخليكم بقى حافظين الأكياس علشان هنفتح برضه هنطلّع نفس الأكياس وإحنا بنفتح الفسيخ، عشان في ناس يعني تقول لِك لأ ده فسيخ، يعني باشوف تعليقات عند ناس تانية بصراحة، ما حدش قال لي بصراحة، عشان يعني ما إيه، ما نجنّاش على حد. باشوف تعليقات عند ناس تانية، لا ده أنتِ غيّرتِ الفسيخ، ده أنتِ مش ده الفسيخ اللي أنتِ مخلّياه كده يعني. فأنتم شوفوا معايا بقى الإيه الرابطة، يعني اتعمّدت إن أنا معلش الفيديو يطول شوية، بحيث إنكم تشوفوا إيه كل حاجة قدّامكم، يعني شوفيني حطيت في كام كيس وشكل الأكياس وكده، بحيث أمّا آجي أفتح عليه يكون إيه، كل حاجة قدّامكم. طيب حطيته في جردل وقفلت عليه وسِبته 7 أيام بالضبط، وجيت بقى فتحت عليه زي ما أنتم شايفين أهو. كده بقى أنا بافتح على الفسيخ، أنا خلاص خلّيته قعد 7 أيام، فبافتح عليه أهو. أنا مسرّعة الفيديو على قد ما أقدر، بحيث إن أنا ما أقطعش حاجة، يكون كل حاجة قدّامكم، عشان تشوفوا برضه كل حاجة قدّامكم، ما أقطعش حاجة من الفيديو. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده الفسيخ طلع زي الزبدة، قعد اسبوع طالع زي الزبدة ما شاء الله عليه، وطالع ملحه مظبوط، ملحه مظبوط، لا هو عادب قوي ولا هو اللهم صل على سيدنا محمد مالح قوي. طيب انا خللت برضو، جبت فسيختين بعد كده بس كانوا بقى البوري اللي هو البوري الاصلي، خللتهم بعد الفيديو ده. انا بصراحة بنزل لكم الفيديو ده بعد ما انا خللته بفترة يعني. جيت بعد كده ما شاء الله الفسيخ يعني حلو في عينيا ف يعني كنت مشتاقه له تاني يعني. فرحت جبت بوريتين بس البوري الاصلي وعملتهم خللتهم، ممكن انزل لكم فيديو شورتس ليه وانا بفتح عليه. اللهم صل على سيدنا محمد، فتحتهم سوري خللتهم تمام، وقعدته 5 ايام بالظبط وفتحت عليه. 5 ايام كان طالع عادب، يعني كان مستوي كله تمام، وكان حلو ولونه كويس وما شاء الله عليه وطعمه حلو، بس كان عادب، كان عادب للناس بقى اللي بتحب العادب، يعني ما كانش بصراحة مظبوط بالنسبة لي، وكان ممكن يقعد كمان يوم او يومين فيطلع مظبوط معاه. فانا فتحت عليه في 5 ايام كان مستوي بس كان عادب. طبعًا الفسيخ الواحد ياكله يكون إيه، لازم يكون فيه برضه حدوقية يعني عشان تحسي إنِّك بتاكلي فسيخ، لا عادب أوي ولا حادق أوي. ما شاء الله طالع جميل زي ما أنتم شايفين، وأنا باحاول أقرّب لكم الكاميرا عشان خاطر الكاميرا تحسي إن هي مغمقة الفسيخة كده من بعيد، تحسي الجزء اللي عند الديل كده اللي هو غامق، بس لأ هو باقرّب لكم لونه ما شاء الله وردي، ولونه ما شاء الله جميل، وطعمه تحفة، وبصراحة الدبار نجح معايا. واخلله تاني عادي، فانا جبت خللت اللي هو البروتين اللي بقول لكم عليهم عشان اعرف الفرق بين ده وده. بس بصراحه الدوبار كان جميل والكل شكر فيه، واهم حاجه تختاري اللي هي السمكه اللي تكون سمينه، تحسي كده ان هي سمينه ما تكونش ناشفه معاكي. تخليها هتكون ناجحه جدا معاكي ان شاء الله باذن الله. تتبعي نفس الخطوات وهيطلع تحفه 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 باذن الله.